دوامة سحرية ظهرت جنب الإمبراطورية ومحتاجين حد يروح يستكشفها. علشان كده بيطلبوا منها تكلف فرقة إسكا بالمهمة دي. رئيسة على طول بتجمعهم وبيتعرفوا إن في دوامة سحرية ظهرت، وده بيهدد حياتهم لأن من 100 سنة بالظبط ظهرت أول دوامة سحرية وخرج منها الساحرات اللي هم مش عارفين يخلصوا منهم لحد دلوقتي. والدوامة الجديدة دي ممكن تكون مركز لمادة سحر بالطاقة، أو يخرج منها سحرة تانيين يهددوا حياتهم. علشان كده لازم يكونوا هناك ومستعدين لأي حاجة. كمان بتعرفهم إن هم ينتقلوا لمعسكر قريب من موقع الدوامة دي. في نفس الوقت بتعرف إليس إن في مشكلة في مركز الطاقة بتاعتهم. بعدها على طول رين بتعرفها إن في دوامة سحرية ظهرت من فترة في الجنوب، وفي قوات تبع الإمبراطورية في الطريق لهناك. إليس بتستغرب ليه عيلة زوا ما جابتش سيرة عنها لحد دلوقتي. بنعرف إن عيلة زوا دي من السحرة الأنقياء، بس دول في منطقة على الحدود مع الإمبراطورية، والمفروض إن الدوامة ظهرت على حدود المنطقة بتاعتهم. إليس بتكون خايفة لكون العيلة دي عاوزة تستغل قوة الدوامة لصالحها، بس فجأة بيظهر واحد من وراها بيكون لابس قناع، بيطلع السيف بتاعه وبيحطه في جنبها. البنت بتحس بيه، وساعتها الواد بيتحرك وبيسجف لها على التوقع بتاعها ده. بتقوله انت جاي تقتلني ولا ايه؟ قال لها لا، انا بس بهزر معاكي، انت عارفة ان قوتي ضعيفة، فانا على طول ماشي بالسيف ده كحماية مش اكتر. بتسأله هي ليه عيلة زو ما قالتش على الدوامة دي؟ قال لها ما تقلقيش، ده مجرد بركان نشط ومفيش دليل ان في دوامة اصلا. إليس بتحس ان هو بيكذب، خصوصا ان هو من عيلة زوا، علشان كده بتقرر تروح تتأكد بنفسها. في نفس الوقت بيكون إسكا وصل لمعسكر قريب من الدوامة، وقائد العملية بيحضر وبيكون فارس مقدس. بيعرفهم ان مهمتهم تحديد مكان الدوامة والسيطرة عليها. بعدها على طول بيبدأوا يدوروا عليها في المنطقة، لكن محدش بيعرف مكانها. واخر اليوم بيتفاجئوا ان في وحدتين اختفوا ومحدش يعرف عنهم حاجة. حتى القائد بيرفض ان هو يبعت حد يدور عليهم. ساعتها بيقرر إسكا يروح يتكلم معاه ويحاول يقنعه يروح يدوروا على الناس دي، بس القائد بيستحقره، بيقول له انت علشان تتكلم معايا محتاج رتبتك تكون اعلى من كده، وكمان بيطردوا بره. وقتها جين ونينو بيحسوا ان في سر القائد مش عاوز يعرفوا لهم. اما إليس بقى ورين فبيكونوا وصلوا لمكان الدوامة. اخيرا الحراس بيحاولوا يمنعوهم، بس هم بيدخلوا عافية. بيتفاجئوا انها دوامة مش زي ما المقنع قالهم. في الوقت ده بيظهر المقنع تاني. إليس بتقول له انت كنت ناوي تحتفظ بيها لنفسك. بيحاول يبرر لها انه لسه عارف دلوقتي، وكان هيبلغها بعدها. وبيعرفها على بنت صغيرة اسمها كشينج. البنت دي عندها دم نقي وكمان قوة سحرية. بيقول لها ان دي هي اللي هتحمي الدوامة. وساعتها إليس بتقلق وبتقول له انا فكرت في كلامك اخر مرة وحسيت انك كنت ناوي تهجم على الامبراطورية. قال لها ما ده حلم اي حد، والمفروض كل المملكة تدعمنا كمان. في نفس الوقت إسكا وفريقه بيكونوا بيدوروا على اصحابهم المخطوفين، بس فجأة بيشوفوا طاقة سحرية خارجة من الجبل. ساعتها بيتوقعوا إن هي دي الدوامة، وقبل ما يروحوا يتأكدوا بيظهر مجموعة أشخاص من الإمبراطورية وبينزلوا من العربية وبيوقفوهم. بتكون واحدة من البنات دي صديقة كلاس، وكلاس بتفتكر إنها بتوقفهم علشان تسلم عليها، فعلى طول البنت بتجري علشان تحضنها. فجأة البنت بتشيل لازقة من على رقبتها وبتظهر لهم ختم السحرة هي وزمايلها، وبتعرفهم إنهم جواسيس من الأول وهدفهم إنهم يمنعوا الإمبراطورية من الوصول للدوامة. على طول البنت بتمسك كلاس وبتفضل تخنقها علشان تقتلها، بس فجأة بيظهر لهم القائد وبيقتلهم واحد واحد. بس واحد من السحرة قبل ما يموت بيهجم عليه. بنت تاخد كلاس وبتهرب بسرعة. القائد بيمسك سيفه وبيهاجم عليها، بس في ثانية إسكا بيلحقه وبيكسر السيف بتاعه. بعدها بيطلب من جيني يهاجم عليها، بس بتكون خدت كلاس وهربت. القائد بيزعق له على اللي هو عمله وبيقول له انت شكلك كده عاوز ترجع للسجن تاني. إسكا بيطمنه ان هو هيهاجم على الدوامة وهيرجع كلاس. القائد بيوافق وبيديهم مهلة لمدة 2 ساعات، لو ما رجعوهاش هيفجر المكان باللي فيه، وكل اللي موجودين هيموتوا من الطاقة السحرية اللي هتملى المكان. في نفس الوقت البنت اللي خطفت كلاس بتوصل عند الدوامة. كلاس أول ما بتفوق بتشوف إليز قدامها وبتحس إنها شافتها قبل كده. قبل ما تقول أي حاجة رين بتضربها على دماغها علشان تفقد وعيها قبل ما تفضحهم. بعدها إليز بتاخد رين وبتقول لها إحنا هنروح نوقف إسكا بنفسنا. رين بتستغرب هي إزاي بتقول كده. أول ما بيوصلوا المعسكر بيتفاجئوا إن المكان كله فاضي ومفيش حد فيه، بس فجأة القائد بيظهر من وراهم وبيهاجم على إليز. رين بتنقذها. في إليز بتهاجم عليه بالسيوف التلجية بتاعتها، بيتجنب السيوف ومفيش حاجة بتيجي فيه. بيمسك بعدها السيوف دي وبيهاجم عليها بكل قوته. إليز بتضحك وبتقوله أنت أكيد محتاج تشوف قوتي الحقيقية. بتستعمل كل قوتها وبتجمد المعسكر كله. بعدها بتدور عليه بتلاقيه اختفى من المكان. في اللحظة دي بتشوف انفجار كبير جاي من اتجاه الدوامة. في نفس الوقت بيكون أسكا دخل جواها وبيشوف كلاس وهي عمالة تتعذب. بسرعة بيدخل ينقذها، والبنت بتضايق وبتهاجم عليه بكل ما تملك من قوة، بس مفيش أي حاجة بتأثر فيه.
فجأة البنت المسؤولة عن حماية الدوامة بتظهر، بترفع ايديها في السماء وبتجمع أشواك صخرية وبتهاجم عليه. اسكا بيفضل يتجنبهم ومفيش حاجة بتأثر فيه. البنت بتضايق أكتر وبتعمل هجوم عشوائي عليه. وقتها الواد بيستعمل السيف بتاعه وبيكسر فيهم بكل قوته. هنا البنت بتدرك حاجة مهمة، بتعرف حجم القوة اللي بيمتلكها أوسكا على طول. بتحرر قوتها وبتستدعي صاروخ وبتفجره فيه. بيعمل انفجار كبير وبتكون مفكرة إنها كده خلصت عليه، لكنه بيخرج ولا أكن حاجة حصلت. بتستدعي التنين الأشواك وبتهاجم عليه، بس مرة واحدة بيختفي إسكا وبيظهر من وراها، بيديها ضربة في ظهرها بيغمى عليها. فجأة بيظهر الواد المقنع من وراه وبيضربه بالسيف جنبه. بعدها على طول بياخد كاشنج، وقبل ما يمشي بيمسك كلاس وبيرميها في الدوامة. الواد إسكا بينط وراه وعلى آخر لحظة بيمسكها. بيدور بعدها على أي مخرج لكنه بيكتشف إن مفيش حل. خلاص كده شكل دي النهاية بتاعته. فجأة بتوصل إليز للمكان وبتطير وراهم بسرعة وبتستعمل سحر الجليد وبتحبسهم. بس بسبب السحر اللي استخدمته الدوامة بتنفجر وبتقذف كل واحد في مكان مختلف. بعد شوية جيني ونيني بيوصلوا وبياخدوهم. أول ما كلاس بتفوق بتفضل تعيط وبتعتذر لهم عن اللي حصل، بس فجأة بتحس بوجع غريب في كتفها. في اللحظة دي بتدخل عليهم ريسا وبتعرفهم بالمهمة الجديدة. بتقول